السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى عايزين نعمل فطيره كده بالمكسرات. هنعملها في دقيقتين اتنين بالظبط وتكون جاهزه معانا على البوتاجاز. ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. دي صور كده من الفيديوهات اللي عملتها على القناه، خدوا لكم جوله في القناه. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموني باشتراك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك للفيديو. هنا بنات معايا كده نص كيلو من الجلاش، وجبت الطاسه بتاعتي دي صغيره. لو عندك طاسه كبيره او صينيه كبيره ممكن تعملي فيها النص كيلو على بعضه، فطيره كده كبيره ومحترمه جميله. هنا جبت نص كوبايه من السمنه، دوبتها علشان تكون كده الفطيره بتاعتي خفيفه وما تاخدش سمنه مني كتير. دهنت الطاسة بتاعتي وبدأت كده ان انا اجيب كل ورقة بقسمها ورقتين علشان اعرف افردها في الطاسة. زي ما قلت لكم الطاسة دي صغيرة، لو انت الطاسة بتاعتك كبيرة ممكن تحطي الورقة بحالها. هنا كده ببدأ ان انا ارش كده رشة من السمنة، ولو عندي كده اي اوراق متقطعة برضو بستخدمها، مفيش اي مشكلة خالص. بنحطها كده في يعني بنطبقها ونحطها في النص بين كل ورقة وورقة. تمام. وبدهن برضو دهنة كده من السمنة، اهم حاجة تديني دهنة من السمنة علشان تطلع خفيفة معاكي. بصوا بقى، احنا هنا هنحط يعني نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ممكن تحطيها مع السمنة، يعني تدوبيها كده مع السمنة، وممكن تدوبيها مع اللبن في الاخر. تمام، براحتك خالص. هنا بقى كده برش كده رشة من السمنة زي ما انتوا شايفين، وهنجيب المكسرات بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى يعني المكسرات دي ترجع لك انتي. انا حاطه زبيب و جوز الهند وسوداني. عايزه بقى تحطي اي نوع تاني مفيش مشكله، مش عايزه تحطي خالص برضو مفيش مشكله. عايزه تحطي كده طبقه كاستر برضو مفيش اي مشكله، يعني دي حاجه ترجع لك. زي ما انتوا شايفين كده الفطيره بتاعتي خلاص. هنبدأ بقى ان احنا نحط الحشوة بتاعتنا، وزي ما قلت لكم براحتكم خالص. انا حاطه كده زي معلقة من كل نوع، يعني مش مكترة لان الطاسة دي صغيرة. لو انتي الطاسة بتاعتك كبيرة حطي بقى زي ما انتي عايزة. زي ما قلت لك كده لو الطاسة بتاعتك كبيرة ممكن تاخد النص كيلو على بعضه، لكن الطاسة بتاعتي دي صغيرة، انا عاملة كده منها 2. تمام. هندهن برضو كده، هنقفل بقى على المكسرات بتاعتنا ونبدأ ان احنا اخر ورقة يعني حطيناها نطبقها، وهكذا يعني ورقة جنب ورقة كده. نحاول ان احنا نشوف كده بعينينا اخر ورقة احنا حطيناها ونطبق، واللي جنبها واللي جنبها لحد لما نخلص. زي ما انتوا شايفين كده تطبيق كل الورق. دي كده كانت اول ورقة حطيناها خالص. هنرشها بقى رشة كده من السمنة اهو، ونرفعها على النار، على نار متوسطة يا بنات. وكمان هنغطي عليها ونتابعها كده، نحركها ونتابعها كده بطرف يعني بطرف معلقة كده، نشوفها لحد لما تتحمر نقلبها على الجنب التاني. هنا جبت كوباية من اللبن، والكوباية دي يا بنات هنقسمها على الطاستين. تمام. لو انتي الطاسة بتاعتك كبيرة ممكن تحطيها كلها، يعني كوباية كلها. لو صغيرة حطي نص كوباية بس. حليتها كده بمعلقتين من السكر، وحطيت عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والفطيرة بتاعتي بعد ما اتحمرت من الجنبين نزلت عليها باللبن وغطيتها لحد لما اتشربت كل اللبن وبقت جاهزة معايا. وشايفين بقى دي كده لونها ذهبي وجميل، وممكن تحمريها عن كده. شايفين بقى الطبقات ومستوية من جوه وحاجة كده جميلة. اهم حاجة تغطيها وانتي بتسويها علشان تطلع مستوية معاكي كويس. شايفين الجمال؟ ما شاء الله تحفة. هنا بقى هنقلبها كده، ديت التانية. شايفين ما شاء الله حلوة جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك، وكمان لو عجبكم المحتوى بتاع القناة اشتركوا في القناة بنات، ودعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان توصلكم مني كل الفيديوهات. مع السلامة.